السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة حلقة جديدة من حلقات قناة مملكة الصغيرة، هنعمل فيها مع بعض الفراخ المقرمشة بتاع كنتاكي. والله حاجة روعة جدا وجميلة، جربوها معايا وامشوا الخطوات، وان شاء الله بإذن الله تنجح معاكي وتبقى جميلة وتاكلوها بألف هنا وشفا. قبل ما نبدأ عايزين نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونقول لكل الناس اللي عندنا في القناة شكرا جدا، ألف شكر ليكم لتعليقاتكم الجميلة واللايك اللي بتدعموني بيه. وعايزين نقول لكل الناس اللي بتشوفنا ومش مشتركين عندنا، اشتركوا في القناة يا جماعة وفعلوا الجرس على الكل، وادونا اللايك بقى والشير عشان الفيديو ينتشر. مش هيخط عليك حاجة والله العظيم، 3 يعني حاجة بسيطة أو أدوس ضغطة وخلاص على كده. ونبدأ بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل الفراخ دي انا متبلاها من امبارح بالليل، تمام؟ يعني مبيتاها ليله في التلاجة. من الافضل ان انت تجيبيها يعني انا جبتها غسلتها وقطعتها المنابات اللي انا عايزاها. غالبا الفراخ اللي هي بتبقى كنتاكي دي مش عايزه تبقى المنابات كبيره عشان تتسوي، لان انا ما بسلقهاش، انا بعملها نيه كده، تمام؟ فانت هاتيها وزنها يكون مش كبير، نضفيها وقطعيها، وانا شلت الجلد من عليها عشان طبقة القرمشة تبقى على الفراخ نفسها، لان لو على الجلد العيل بيشيل الجلد او كده وبيرميه، فكده بتبقى زي قلتها. فانا شلت الجلد كله عشان تبقى ايه القرمشة على اللحم نفسه، تمام؟ غسلتها كويس وظبطتها وقطعتها وغردتها بالسكينة كده كده، قعدت اغرد بالسكينه كده كده كلها، تمام؟ في كل القطع اللي معايا، تمام؟ وبعد كده تبلتها بايه؟ التوابل اللي عندي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، نص معلقه بابريكا، نص معلقه بصل بودره، توم بودره، توابل فراخ، كاري وكركم، تمام كده. خلطتهم على بعض وقمت حطاهم على الفراخ بتاعتنا وايه وغطيتها وحطيتها في التلاجة. انا بس عملت الخطوه دي عشان ايه؟ اما بتبقى بايته بتدي نتيجه وطعم افضل بكتير من لما تعمليها تتبليها في ساعتها كده او ساعتين وتعمليها. يعني الافضل ان انت تتبليها وتبيتها يوم في التلاجة، بتدي نتيجه هايله جدا وطعم رائع، الفراخ بيبقى طعمها حلو، تمام؟ هحطها بقى في الفيجيتار وهقليها معاكم وهوريها لكم. بس الاول ايه، عايزين ناخد شويه توابل من التوابل اللي عندنا دي نحطها على البقسماط ده فيجيتار انا شارياه من عند العطار، فيجيتار بارد عشان اولادي بيحبوش الحاجه الحراقه. يعني انت لو انت بتحبي الحراق ممكن تجيبيه فيجيتار حراق عادي يعني، ماشي؟ وشويه دقيق صغيرين كده عليه. حطيت من التوابل برضو عليها، انا مش مكتره في التوابل عشان يعني الشيء لما بيزيد عن حده بيتقلب ضده. فانت الوسطيه حلوه في كل حاجه، ما تكتريش في التوابل قوي عشان ما تغيرلكيش طعم الاكل. يعني انت طبعا لما تيجي تعملي هتحطي من التوابل اللي انت هتعمليها هتحطي منها شويه. انا مش مكتره برضو في التوابل دي، يعني انا حاطه اقل من ربع من النص معلقه من كل التوابل اللي انا قلت عليها دي، عشان عامله حسابي ان انا ايه هاخد منها شويه احطها على البقسماط عشان ما تبقاش زياده. تمام يا جماعه، قلبناها اهي تمام كويس كده. هنبدا بقى نتبلها. قبل ما نبدا نتبلها عايزين نولع الزيت. هي بتحتاج زيت غزير زي ما انتم شايفين كده، ماشي؟ عشان تديكي نتيجه كويسه وتستوي معاكي، فهتحتاجي لها ايه شويه زيت كويسين. يعني دي ازازه زيت. طبعا انا هقلي فيه ومش هرميه، هغطيه. هحتاجه في ان انا اقلي فيه بانيه، اقلي فيه فراخ عاديه احمرها يعني، اي حاجه هتقليها فيها هتحتاجيه برضه. فانت ممكن مثلا
تحطيه في حاجة وتعينيه وتستخدميه تاني عادي، مفيش اي مشكلة. بيبقى طعمها جميل يا جماعة. عايزة اقول لكم الاولاد بيبقوا عاملين فرح لما ببقى عاملاها. بعمل برضو الاجنحة بنفس الطريقة، والدبابيس بنفس الطريقة، دبابيس الفراخ. و ده هي الدبابيس والاجنحة بعملها بنفس الطريقة كده، وبتبقى جميلة بصراحة. جربوها والله ما بتاخدش اي حاجة. انت بتجيبي الفرخة بتغسليها وتنضفيها وتتبليها وتحطيها في التلاجة، وتيجي تاني يوم تحطيها في الخلطة دي وتقليها وخلاص على كده. أكلة سهلة جدا ومش مكلفة ومحبوبة جدا للأطفال ولينا احنا كمان، يعني احنا الكبار بنحبها برضه. بفكركم يا جماعة باللايك، اللي بيتفرج عليا يديني لايك، يدعمني باللايك واشتراك في القناة، واعملوا بقى مشاركة للفيديو. انا عاملة معاها مكرونة وعندي كايزر برضو. هي الاكل اذواق، شوفي انت عايزة تاكلي ايه معاها واللي انت عايزاه. هبقى اعمل لكم برضو حلقة عن الكاتشب، سهل جدا، طريقته سهلة جدا ولا اروع من كده والله. يعني الكمية اللي انا عملتها لو انت جبتها من بره هيكلفك كتير. هتبل الكمية كلها، هبدر قد الكمية كلها، سوري. انت ممكن تعملي نفس الخطوات دي بس بأجنحة، أجنحة فراخ، وممكن تعملي نفس الخطوات دي بالدبابيس بتاعة الفراخ. انت زي ما انت عايزة، انت عايزة تجيبي فراخ، عايزة تجيبي دبابيس، كل واحد وذوقه يعني، وتعمليها بنفس الطريقة كده. اهم حاجة لو هي فرخة تغرزيها بالسكينة كده، تفتحي اللحم بتاعها عشان ايه التوابل تدخل في اللحم من جوه كده وتتوغل فيها، والزيت كمان يبقى جواها برضو عشان تستوي. الزيت بدأ يقدح معانا اهو. انا بحاول ايه اخليها تمسك قوي في البقسماط عشان ما يقعش في الزيت. بس انا بحط بسم الله. اللي بقى تاني ده منع الطرطشه يا جماعه، حلو جدا على فكره. اقلي فيه اي حاجه، ممبار، فراخ، اي حاجه، واغطي زي ما انتم شايفين كده، وابقى واقفه عادي مفيش اي مشكله، ولا زيت يطرطش عليا ولا بقى مقلقه ولا اي حاجه. حلو جدا يا جماعه. ضروري الواحد وهو بيطبخ كده يفنن كده، عشان اما الواحد بيطبخ بمزاج الاكل بيطلع حلو. تدوري على الحاجه اللي تريحك في مطبخك
عشان الاكل يطلع معاكي كشكل وطعم حاجه مفيش كده يعني. انا عامله الفرخه كلها من اولها لاخرها، الرقبه بقى والمطمطه بقى وكده، والناس اللي بتحب المطمطه زي حالاتي. الكبده والقنصه برضو بتبقى جميله جدا في التتبيله دي. والله بفكر ابقى اعمل حلقه عن الكبد والقوانص كده وناكلها بالطريقه دي يعني، تغيير وحاجه جديده ان شاء الله اجربها معاكم مره. طبعا الكبد والقوانص او الكبده بالتحديد هحطها في الاخر لانها مش هتستحمل يعني، مش هتاخد حاجه. تمام كده. احط عليها كده بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما تبدا تاخد اللون الاصفر المميز اللي انا عايزاه هقلبها. تمام كده اهي، واغطي عليها تاني بدقيقتين كده، وهوطي عليها بقى واسيبها بقى 10 دقايق. ليه هسيبها 10 دقايق؟ عشان تستوي. هسيبها في الزيت كده، هوطي عليها على نار هاديه واسيبها 10 دقايق، يعني مش 10 دقايق، ممكن 5 6 دقايق كده، على اساس ان انا ايه الفراخ اضمن ان هي استوت من جوه، ما تبقاش هي اتحمرت من بره وخدت اللون المميز اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت تبقى نيه اجي اكلها الاقيها نيه. تمام كده. زي ما انتم شايفين كده بحاول اخلي البقسماط يدخل في كل حته، على ان كل الحتت اللي فيها البقسماط دي هتديني قرمشه. تمام كده. غطي عليها بقى. انا كده خلصت الكميه كلها اهي. اغسل ايدي بس.
نقلبها كده مرة كمان. ال ال الفيجيتار بيديها قرمشة جامدة عن البقسماط. يعني لو انت عملتها ببقسماط، الفيجيتار بيدي قرمشة جامدة واكتر عن البقسماط. انت هتشوفوها دلوقتي ان شاء الله لما اطلعها. مناديل كده عشان ايه؟ عشان الزيت. حاولي وانت بتجيبي ما تجيبيش فرخة تكون كبيرة، يعني يوم ما تبقى كبيرة كيلو ونص، ما تزوديش عن كده. واهم حاجة ان انت تغرزي الفراخ بالسكينة كده عشان تفتحي المكان بتاع الفرخة، عشان التتبيلة تدخل جواها والزيت كمان يدخل جواها يسويها لك. تمام كده، انا باكد بس. احنا بس ما نكسلش نعمل حاجة، والله لو تعودنا ان احنا من يعني نبطل كسل، هتعملي ابداعات جميلة جدا في بيتك، وحاجات هتعجب اولادك جدا. بص عليها كده مع بعض. انا بس مش عايزه اوقف الفيديو، عشان عايزاكم تشوفوها لما اطلعها، وهنا بقى هبقى اللي انا بقيت الكميه وفي الاخر خالص هوريها لكم. فانا عايزه اما افضل متواجده كده معاكم على ما اطلع الطاسه الاولانيه دي، انا اوريها لكم. حلو منع الطرطشه ده قوي قوي يعني، جميل جدا، بينفعني في حاجات كتير بالتحديد في الممبار. بصوا يا جماعه، مفيش اي طرطشه خالص طالعه خالص. انا كده هطلعها، انا اعلي عليها النار. انا كده عليت عليها النار اهي،
هي كده ان شاء الله تكون استوت. اعلي بقى عليها النار عشان ايه اللون بتاعها. بصوا يا جماعه لونها جميل جدا، اتمنى فعلا تكون باينه في التصوير. حاجه كده خرافه شكلها، والله رقي بيجري عليها والجوع بقى وكده. جربوها يا جماعه بنفس الطريقه دي، هي خطواتها سهله جدا ومش هتاخد، والله ما هتاخد معاكي اي حاجه. وفرحي اولادك بيها واعملوا لهم معاها شويه كاتشب كده ان شاء الله. عن قريب حلقه قريبه ان شاء الله هعمل لكم فيها الكاتشب. اعملوا كده معاها شويه كاتشب ومكرونه مثلا، او اللي هو العيش الفينو الكايزر ده، وكلوا بقى واستلذوا كده واستمتعوا. الله. يا عيني على القرمشه، انا هوطي شويه عشان الزيت بس ايه على ما اطلع. بصوا شايفينها يا جماعه، يا رب تكون واضحه، لونها جميل. بسم الله. الأجنحة بصوا يا جماعه، انا هكمل بقى بقيه الكميه واما اخلص هرجع لكم تاني، اخلصها وارجع لكم تاني اوريها لكم بعد ما خلصت بقت شكلها عامله ازاي، واوريكم بقى التقديم بتاعها. ورجعنا تاني اهو بعد ما خلصت الفراخ بتاعتي والتقديم بتاعنا. اتفضلوا معانا يا جماعه، انا بس عايزه اوريها لكم اهي مستويه. دي اللي هي عند الورك، ماشي، حته فيها عظمه تمام كده. الجناح برضو اهو ولا في دم ولا في اي حاجه خالص، وتمام مستوى وتمام. دي من عند الصدر اهي، طعمها بيبقى خطير يا جماعه، والله جربوها وان شاء الله تعجبكم. عامله طبعا معاها مكرونه، وده الكاتشب ده انا اللي عاملاه، وطبعا مخلل اللفتي انا اللي عاملاه برضو. فالاكله النهارده متكامله من البيت طبعا باستثناء الكايزر. بتمنى يا رب حلقه النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.